السلام عليكم كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في اتم الصحه والعافيه، ومرحبا بكم في القناه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وما تبخلوش عليا بلايك، عافاكم راكم كتشجعوني وكتدعموني، شكرا شكرا لكم بزاف. المهم اليوم جيت نبارطاجي معكم التقليه، يعني التقليه وكلشي كتعجبو التقليه في رمضان، اكثريه الناس. المهم انا كتعجبني غندير التقليه بالحمص ان شاء الله. هنا عندي واحد الكميه يعني ديال كل واحد. انا هنا درت كيلو رابعه تقريبا، حيت سلقتها راه كتنقص شويه. درت كيلو رابعه هنايا، مع شويه اللحم الراس حتى هو قطعته معاها. عندنا هنايا واحد ثلاثه مطيشات هكا مقطعين. هنا واحد البصله كبيره مشلضه. هنا واحد ثلاثة المعالق تقريبا ديال القزبر ومعدنوس. هنا واحد المعلقة كبيرة ديال الطماطم المصبرة اللي هي مطيشة الحك. وهنا عندنا الثومة، شي ثلاثة تومات محكوكين. وهنا العطرية، عندنا الكمون، عندنا البابريكا التحميرة، عندنا سكينجبير، عندنا الخرقوم عرق، وعندنا الابزار والملحة بالطبع. المهم دابا نبداو على بركة الله في الطريقة. كل واحد عنده الطريقة ديالو، مي انا جيت نتقاسم معكم الطريقة ديالي. طريقة على طريقة كتفرق، راه كتجي بنينه البنات، وكتجي عاقده وبنينه، والمرقه ما كايناش بزاف، كتجي غزاله. تبعوا معايا الخطوات. هنا غناخذ التقليه ديالي، وغنضيف ليها الزيت البلديه واحد الكميه ماشي بزاف، لانه كيف ما كتعرفوا راه التقليه كتكون ميدمه شويه، وانتم ما تكثروش بزاف هكا. المهم ماشي بزاف. عندنا هنا بصله مشلضه، عندنا هنا مطيشه مقطعه، عندنا هنا قزبر ومعدنوس، عندنا هنا الثومه محكوكه ما قدر ذكرتهم سابقا. هنا عندي مطيشة الحك، هنا غندوزو العطرية ان شاء الله. المهم ندير الملح حسب الذوق. هنا واحد معلقة صغيرة ديال التحميرة. انا هنا كنعبر بالمعلقة كبيرة، يعني كندير نص هي معلقة صغيرة. هنا معلقة صغيرة ديال الابزار. هنا معلقة صغيرة ديال الكركم ديال الخرقوم عرق. هنا سكينجبير، والكمون. نحاولوا اننا نعمروا المعلقه شويه، هي التقليه كتبغي الكمون كتجي رائعه. المهم غادي نخلط المكونات ديالي والمقادير كامله هكا. نحاول نخلط مزيان الخليط. وغنديرو انا هنا غنضيف واحد شويه زيت البلديه، حيت بانت ليا قليله واحد شويه. هاد القرعه راه كتهبط غير شويه. المهم هنايا غادي نحطها فوق بوطه مهيله باش تقلى لينا. خليها تقلى على خاطرها ونرجع معكم ان شاء الله. هنا كما شفتوا راها كتقلى على بوطه مهيله. ضروري تمهلوا البوطه البنات، ونخليوها تقلى على الخطر ديالها. كما كتشوفوا البوطه راها مهيله. غادي نضيفو هنا واحد الكميه ديال الحمص اللي غسلتها، ماشي بزاف يعني،
كيجي مع التقليه رائع الحمص. وهنا مخليه الماء كيطيب كيف ما كتشوفوا حدا الكوكوط، والماء كيطيب باش نمرق عليها. هنا نمرق عليها وما تكثروش الماء بزاف. كنفضل انه تقلي الماء وتزيديه من بعد لا نشف، ولا الا لقيتيها باقا ما طيباش تقدري تزيدي الماء. اما في الاول ديري الماء بزاف لا، شوفوا الماء يعني ما كيطلعش عليها، باش تجي عاقده وواقفه هكا وما فيهاش مرقه، كتجي ناشفه زوينه. المهم هنا غادي نسد عليها كيف ما كتشوفوا وطيب، وها انا معكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا، شوفوا كيفاش جات البنات غزاله مع الحمص كتحمق. عرفتي واحد المذاق غزال البنات، ما نشكروش ليكم والله العظيم. وشفتوا المرقه قليله وديك واقفه غزاله زعما كاين كتحمق الصراحه. الناس اللي ماشي كلشي الناس كتعجبهم التقليه، مي المهم الناس اللي كتعجبهم التقليه راه كتجي